في يوم من الأيام في واحدة من أكبر البلاد، كان فيها أميرة من عيلة ملكية. حاسة إن حياتها رغم كل حاجة وفيها كل حاجة إلا إنها فيها حاجة ناقصة، رغم إنها عايشة في رفاهية ومكانتها عالية جدا في القصر بتاعها. كان قلبها دايما في مكان تاني، كأن في شيء مش قادرة تلاقيه. وفي يوم وهي بتتصفح كده في الإنترنت في أوضتها الملكية، شافت صورة قديمة لستات فلسطينية لابسين أزياء تقليدية. اللبس كان مليان ألوان جميلة وتطريزات نقية، كأن كل قطعة بتحكي حكاية. فتحمست جدا وقررت تروح تشوف القصة دي بنفسها. تعالي نروح رحلتنا مع الأميرة لفلسطين. Stop. قررت الأميرة تسيب كل حاجة في قصرها الجميل وراها وتروح فلسطين عشان تكتشف الحكاية ورا الأزياء دي. ووصلت القدس، ومن هناك راحت نابلس، مدينة جميلة وناسها طيبين. وفي السوق الشعبي لفتت نظرها ست مسنة لابسة فستان تقليدي بس رائع. الفستان كان مليان تطريزات دقيقة وألوان زاهية ورائعة، وكان باين عليه إنه شايل قصة كبيرة. قربت منها الأميرة وقالت: ممكن أعرف قصة الفستان الجميل ده؟ ابتسمت الست وقالت: ده مش مجرد فستان، دي حكاية شعب، حكاية أرض وحياة وحرية. كل خيط في الفستان ده هو جزء من تاريخنا، من صمود أجدادنا. كل قطعة فيه بتحكي قصة عن الأرض وعننا. الفستان ده هو الذاكرة اللي ما بتموتش. بدأت الأميرة تقعد مع الست وتسمع منها قصص قديمة عن الطوب الفلسطيني اللي فيه التطريزات فنية رائعة من الحرير والذهب. عرفت إن كل تصميم من تصميمات الطوب بتحكي عن جزء عن حياة الشعب الفلسطيني. الزهور اللي بتمثل الأمل، الطيور اللي بترمز للحرية، والنجوم اللي بتتأمل في السماء وبتشهد على صبر الناس. وأهم حاجة إنها اكتشفت إن التطريز الفلسطيني مش مجرد فن، ده كان وسيلة للستات الفلسطينيات للتواصل مع بعض. ودي كانت طريقة عشان تحكي الحكايات وتحتفظ بالذاكرة في دماغنا كلنا. بعد ما الأميرة قضت شهور تتعلم عن الأزياء الفلسطينية، بدأت تحس بشيء جواها بيتغير. فهمت إن الملابس دي مش مجرد ملابس، بس دي هوية وطريقة علشان الشعب الفلسطيني يحافظ على تاريخه وثقافته وأرضه. قررت الأميرة إن مهمتها بقت أكبر من مجرد فهم الحكاية، عايزة تكون جزء منها وتوصلها للعالم كله. ورجعت الأميرة لبلادها الجميلة، بس المرة دي مش بس مع شنطة سفرها، ولكن مع مهمة جديدة. قررت تبدأ مشروع أزياء بعنوان فلسطين في القلب، وتمزج فيه بين التصميم التقليدي والتطور العصري، وتحط في كل قطعة من الملابس دي تطريز فلسطيني بيحكي قصة. كان كل فستان وكل جاكيت وكل قطعة بتحمل معنى عندها، وبتنقل رسالة عن الفخر والكرامة والأمل. وفي يوم من الأيام قررت الأميرة تعرض مجموعتها في الأسبوع الدولي للموضة، واللي يحضروا العرض ما كانوش مجرد عرض أزياء عادي، وكانوا عارفين ده كان احتفال بالهوية الفلسطينية. كان في ناس فلسطينيين جايين مخصوص، وفيهم ستات لابسين أزياء تقليدية، وكانوا في الصفوف الأولى بشموخ وفخر. الأميرة وقفت تتفرج على العرض، وفجأة دخلت واحدة شابة من الحضور
لابسة توب فلسطيني تقليدي جميل، أجمل قطعة من تراث فلسطيني اللي سمتها الأميرة أول ما شافتها ستارلايت بيوتي. وفي إيديها مفتاح قديم. لما قربت منها قالت لها الشابة بصوت هادي: انت دلوقتي جزء من قصة أكبر من الجميع. ابتسمت الأميرة وقلبها كان مليان بالفخر، وهي شايفة قدامها المستقبل اللي مفتوح قدامها زي البحر. وحكاية تانية بدأت، وكان كل خيط في الملابس دي بيحكي عنها. لكن في اللحظة دي كانت الأميرة عارفة إن القصة لسه مخلصتش، ولسه في كتير قدامها تكتشفه، ولسه في أسرار جوه الأقمشة دي. ومستقبلها ومستقبل الثقافة الفلسطينية كان مفتوح قدامها، والأميرة كانت على بداية طريق طويل. هل هتقدر الأميرة توصل رسالتها للعالم؟ هل هتقدر تحافظ على التراث الفلسطيني وتنقله للأجيال الجاية؟ القصة لسه في بدايتها، ومش ممكن نعرف إيه اللي هيحصل. لكن حاجة واحدة بس أكيد، إن الحكاية لسه مستمرة، وكل خيط بيحكي عن شعب مش هينسى تاريخه ولا أرضه. وأخيرا هقولك: خلي لبسك يحكي عنك ويعبر عن شخصيتك، لأن كل يوم هو فرصة جديدة للإبداع. استمتعي بالأزياء وخلي كل لبسة ليها حكايتها. www.rodaniastyle.com ده عنوان الأمير. زوريها وشوفي القصص والحكايات وقوليلي رأيك فيها. Life is a party, dress like it. Bye. Stop.